مرتضى منصور مش رئيس النادي دلوقتي، ابنه هو اللي رئيس النادي دلوقتي. بس هو داعم. ما فيش حد بيساند. لو بيساندوا كانوا حجزوا للعيبه دي طيران، بدل ما اجي الشحط واتبهدل على دفعتين. اللي يركب من برج العرب واللي يركب من القاهره ينزل الرياض واللي يركب من برج العرب ينزل الدمام. انهي فرقه تيجي مفككه نصها جاي ونصها ما جاش. بس كان في كلام انه في جايين طياره خاصه. طياره خاصه؟ اللي عاوز يكذب يكذب. انا ما بكذبش وما بخافش من اي حد في الاداره. طيب ماذا بعد هذا الفوز؟ انا ان شاء الله ربنا يكرمنا لو كسبت البطوله او خسرت انا مش مكمل مع الفرقه في وجود اداره مش ملتزمه مع الفريق. ده مدرب كرة اليد بتاع الزمالك اسمه هتلر. انتظروا بقى بكره بالليل هنسمع اسم والدته خماسي على قناه الزمالك. ده هيعمل منك بطاطس محمره. لما الخساره بتيجي بيوجهوا السهام للمجلس. نعم. لا الجديد بقى لما المكسب بيجي بيوجهوا السهام للمجلس برضه. لا حضرتك دي جديدة. لا حضرتك انت مسافر بفلوس نادي الزمالك. نعم. وجايب اللبس بفلوس نادي الزمالك وراكب العربيه بفلوس نادي الزمالك وواصل المطار بفلوس نادي الزمالك وقاعد في الاوتيل على حساب نادي الزمالك وقاعد في الطياره على حساب نادي الزمالك. فهو كله نادي الزمالك اللي دافعه. حضرتك فاهم غلط. حضرتك قبل ما تسافر واخد فلوس. حضرتك قبل ما تسافر فلوس اللعيبه واخده فلوس. حضرتك قبل ما تسافر في ناس اصرت تاخد فلوس قبل ما تسافر. نعم. بدون توضيح انا مش هتكلم كتير لان انا شايف ان منصب رئيس النادي المفروض ما اتكلمش على مدرب ولا لاعب ولا عضو مجلس اداره. هو في مشرف على اللعبه. نعم. يبقى يتكلم معاه ويجازيه ويشوف عقوبه ليه او يمشيه. المشرف على اللعبه هو اللي يعملها. لكن الكلام ده اكيد هيكون ليه حساب. نعم. والحساب ليه توقيت مناسب. وانا زي بابا بالظبط، في الشتاء شديد وفي القوي قوي قوي قوي.